يقول: هل يجوز أن أهدي أحد أبنائي دون بقية إخوانه هل يجوز أن أهدي لأحد أبنائي دون بقية إخوانه بسبب أنه يحفظ القرآن وغيره لا يحفظ، أو بسبب تحليه بالأدب وإخوته لا يتحلون بالأدب؟ يعني هذا الآن عطية من أجل مراعاة فضل هذا الابن وتشجيعه وحث إخواني على أن يقتدوا به. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ثبت أنه أعطى حديقة عنده أو أرضا له لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فلما جاء يموت قال: يا عائشة، أنا أعطيتك هذه الأرض وأنت لم تستعمليها، فإذا ما دمت لم تستعمليها ولم تقبضيها فهي من الإرث الذي تشتركين فيه مع إخوانك. الشاهد أنه فضلها عن إخوانها بهذه الأرض، فيجوز تفضيل بعض الأبناء بالعطية مقابل أمر يصدر منهم. وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: أتريدني أن أشهد على ظلم الرجل الذي جاء وقد فرق بين أولاده بالهدية وبالعطية؟ أقول هذا في حق من يهدي بدون أن يكون هناك سبب، فقط مجرد الميل القلبي لأحد الأبناء. أما إذا كان هناك سبب لفضل أو لأمر، فالذي يظهر من تصرف أبي بكر الصديق أنه يجوز، والله أعلم. نعم.